معاكم يحيى منور من شركة المهندس منسي ام توباك للصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف الحديث. مكنة لحام سير مستمر بتشكل الأكياس، نقدر نشكل الأكياس أو نلحم الأكياس عليها. بتلحم الأكياس من فوق أو من الجناب زي ما أنا عايز، أو أقدر أشكل برضو عليها أكياس. دلوقتي احنا حاطين في الكيس ده حاجة كده من عندنا عشان نجرب المكنة عليها. دلوقتي هدوس باور أشغل المكنة. ده زرار باور، وده زرار بيشغل السخانات الخاص برضو بالتايمر للحرارة. اشغله. طبعا المكنه كانت شغاله عشان كده الحراره عاليه. انا اول ما باجي بشغل بظبط الحراره بتاعتي على الحاجه اللي انا عايزها. معايا المؤشر هنا، دي الحراره اللي انا بطلبها، وهنا الحراره الفعليه اللي هي بالفك اللي هو المؤشر الاحمر ده. الحراره الفعليه دلوقتي اللي هي بالفك حوالي 250. وده زرار المروحه، وده زرار المفتاح فاليوم ان انا اتحكم بسرعه المكنه سواء سريع او بطيء زي ما انا عايز. دلوقتي هنحط الاكياس كده ونجربها. شوف طريقه حط الاكياس بين البقرتين اللي هما هنا دولت. هدخل الكيس كده واسيبه، احط برضو واحد تاني وراه واسيبه، احط برضو واحد كده واسيب برضو. مش مضطر ان انا افضل ماسك الاكياس. هو ده شكل اللحام بتاعها. بس كده ده عرض اللحام سنتي. طبعا احنا مزودينها هنا برضو بنظام طابع التاريخ اللي هو احرف الحفر. بتحفر التاريخ حفر على اللحام. خفيف السرعة. دي حروف محفورة حفر عشان تحفر التاريخ على اللحام نفسه. قدم لكم من شركة المهندس منسي ام توباك للصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف الحديث.